لما الخاطف يهاجم الطفل خليه فورا ينزل على رجله ويمسك فيها بايديه كويس جدا، وبرجله يمسك رجليه التانية بشكل قوي على قد ما يقدر. ده هيمنع الخاطف من انه يعرف يتحرك. وبعدين لما يصرخ بصوت عالي وهو في الوضعيه دي ده هيلفت نظر الناس ليه جدا. ولازم زي ما قلنا يصرخ بكلام مفهوم، كلام واضح ان حد بيحاول يخطفه. ولو الخاطف ماسك ايديه يحاول بايده التانية انه يفضل يضرب ايد الخاطف اللي ماسكه بيها ويشد ايده بشكل قوي. في الوقت ده الخاطف هيوطي عشان يعرف يمسك ايد الطفل كويس. دلوقتي الطفل يبدا يعضه بشكل جامد ويشد في شعره ويضربه في اعلى جزء في رجله ويقدر يوصل له، وممكن كمان من عند ركبته من ورا، ولو قدر انه يوصل لمناخيره يضربه فيها. ولو شايل شنطه يمسكها ويضربه في وشه بيها. ولو مش معاه يحاول يمسك اي حاجه موجوده قدامه ويرميها بيه في وشه، اي حاجه ايده تقدر تطولها. لو حاول يحطوه في عربيه يبقى يتمسك بالازاز بشكل قوي جدا ويحاول يلفت النظر باي طريقه. حاول وانت في البيت انك تعلمه الطريقه بشكل عملي معاك، وقول له اتعامل دلوقتي على انه وضع خطر وحقيقي ووريني هتعمل ايه. كل ما هتعلمه يتصرف كل ما هيكون جاهز اكتر لمواجهه الخطر.